السلام عليكم يا حبايبي يا أغلى متابعين في الدنيا. تعالوا كده النهاردة هنعمل أكلة سهلة وسريعة وخفيفة. الأكلة بتاعتنا ديت من على البوتاجاز كده من فوق، هتعمليها وانتي واقفة، يعني لا هتشغلي فرن ولا دوشة الفرن ولا غلبة الفرن، بكل سهولة وفي خلال نص ساعة هتكون أكلتك جاهزة. شايفين الفراخ الجميلة المشوية دي؟ اتعملت على البوتاجاز من فوق. ايوه، ما تستغربوش، اتعملت على البوتاجاز من فوق وكان طعمها روعة. ما خدتش معايا سوى نص ساعة وكانت بالجمال ده. وشايفين السوا بتاعها شكله ايه؟ هوريكم كمان عشان تتأكدوا ان هي مستوية 100%. شايفين بتتقطع معايا بكل سهولة ازاي؟ مش عايزة اقول لكم بقى ايه طعمها كمان شكله ايه. طعمها جوسي جدا. إيه لونها الجميل ده؟ هنعرف مع بعض خدت اللون الجميل ده ازاي. مكونات سهلة خالص، مش هتحتاج منك تقريبا مفيش مكونات، يعني هي كلها بسيطة في بسيطة. تعالوا كده نشوف مكوناتنا وطريقتنا ونقول بسم الله. أول حاجة أنا هجيب كده بولة صغيرة وهبدأ أنزل فيها بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي عبارة عن إيه؟ أول حاجة هنزل فيها وهي الملح. هنزل بشوية ملح كده حسب الكمية اللي انتي حباها وحسب كمية الفراخ اللي هتعمليها. حطيت الملح، بعد كده نزلت عليها بالفلفل الأسود، برضو الكمية ترجعلك وترجع لكمية الفراخ. بعد كده هنزل عليها بشوية من توابل الفراخ. توابل الفراخ ديت بتبقى جميلة جدا وبتطعم لي الفراخ بتاعتي وبتديها كده تست حلوة قوي. بعد كده هنزل بنص معلقة من الكركم، هيديني لون جميل جدا للفراخ، وشوية بحرف المعلقة كده زعفران. لو مش متاح عندك الزعفران يبقى الكركم خلاص كفاية قوي كده. فانا حطيت هنا رشه صغيره من الزعفران، هتديني لون حلو قوي كمان للفراخ بتاعتي وهتديها لون كده برونزي جميل، هيعزز لي لون الفراخ بتاعتي وهي بتتشوى. خلاص هنزل بمعلقه برضو من التوم البودر. التوم البودر ده هيديني برضو نكهه حلوه جدا للفراخ بتاعتي. خلاص كده نزلت بالمكونات كلها وهبدأ اخلطها كلها مع بعضها. هي دي مكونات وتتبيلة الفراخ الجميلة اللي أنا هتبلها وهشويها على البوتاجاز من فوق. اخلطيها كويس عشان ما يبقاش فيه جزء فيه وفيه ما فيهوش، أنا عايزة كل التوابل دي تبقى حتة واحدة. خلاص كده خلطت التوابل بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين. مش عايزة اقول لكم لون التوابل ولا ريحتها كمان كان شكلها ايه من قبل ما تتحط على النار. شايفين الجمال؟ يلا بينا بقى كده نشوف الفراخ بتاعتنا هتتبل ازاي. انا جبت هنا تجيبي بقى اي حاجة عندك هتاخد الفراخ بتاعتك. الطريقة دي بتتعمل بالصفحات، يعني صفحة الورك. حابة تعملي الفراخ من اي قطعة فيها صدر دبوسة اللي انت حباه اعمليه، بس انا بقولك ان هي دي بالصفحات لان في الشوي بتبقى محتفظة بتماسكها والجلد بتاعها ما بيفتحش وما بيفكش. انما الدبابيس بتتبهدل شوية والصدور زي ما احنا عارفين بتاخد وقت في السوا. مسكت طبعا الفراخ بتاعتي اللي انا غسلاها كويس، حطيتها كده زي ما احنا شايفين، طبعا متنشفة حلو قوي من المية، وهبدأ ارصها كده في الحاجة اللي انا هتبل فيها، وهبدأ بقى انزل عليها بالتوابل اللي انا خلطتها على بعضها. هتتبليها ازاي؟ هتتبليها من فوق وتحت، يعني من ناحيتين، وهترشي عليها كويس جدا وتغطيها. انا عايزة كل قطعة في الفراخ دي متغطية بالتوابل الجميلة، يعني هعملها من الجهتين، من هنا ومن هنا، وزي ما قلنا الكمية بترجع حسب حجم الفراخ عندك. بغطيها بالتوابل كلها كده. وطبعا بعد ما تتبلي الفراخ الجميلة دي هتركنيها لمدة نص ساعة علشان انا عايزاها تشرب من التتبيلة الحلوة دي الاول. عايزة لحم الفرخة تشرب من التتبيلة ديت، وما تفتحوش بقى الجلد من فوق ولا تقولي عشان تشرب التتبيلة، لا 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 خالص. انا عايزة الجلد بتاعها كده زي ما هو، وصدقيني الفراخ بتاعتك هتشرب التتبيلة وهيبقى طعمها ملهوش حل. انا متأكدة ان انتي لو شويتي الفراخ بالطريقة دي
هتشويها على طول بنفس الطريقة من جمال الطعم. بعد نص ساعة جبت بقى صينية اللي هبدأ أشوي فيها الفراخ بتاعتي. هحط فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي على شوية زيت. انتوا لو تلاحظوا الكمية مش كتير، يعني انا حاطة حاجة بسيطة مش مغرقة الدنيا زيت، لان هي لسه هتنزل دهون. ببدأ بقى انزل بالفراخ كده على الجلد. شايفين انا بقلبها ازاي؟ بقلبها على الجلد. طبعا ما بنزلش بالفراخ بتاعتي الا لما اكون متأكدة ان السمنة والزيت سخنوا معايا. احس كده وانا بحط القطعة انها عملت صوت وعملت صوت طشطشة كده، اعرف ان انا كده خلاص ان الحاجة ممكن تتحط في الطاسة او في الصينية بتاعتي. يا ريت صينية تكون لها غطا علشان تعرفي تسوي الفراخ بتاعتك. نزلت بالكمية كلها كده على الجلد الاول زي ما احنا شايفين، وسبتها تاخد لون. ما تحركيش الفراخ بتاعتك دي نهائي الا لما تاخد لون من تحت. يعني شوف انا كده بشوف بتاخد لون من الجنب كده، بيبان عندي اذا كانت خدت لون ولا لا. انا عايزاها تاخد لون كده برونزي جميل. هبدأ بقى انزل هنا. انا معايا 5-6 فصوص توم بحالهم، يعني ما تقطعيهمش. انا عايزه اقول لكم ان التوم ده مش هيتحرق ولا حاجه، لا ده هياخد لون اللون الذهبي اللي هو هيدي كمان للصوص اللي هو هينزل من الفراخ ده وهيتحمر فيها ريحة وطعم ملهوش حل. وبرضه نقلبهم. بصوا بقى اللون اللي انا عايزاه هو ده اللون اللي انا محتاجاه، ما تغمقيش عن كده. التوم برضه هيتقلب زيه زي الفراخ، يعني ما تنش سايبه التوم على نفس الناحيه اللي انا حطيته عليها، لا عشان ما يتحرقش مني. لازم رخر ياخد لون. ومش عايزه اقول لكم بقى ريحه التوابل كان شكلها ايه، بجد روعه. شايفين اللون الجميل ده؟ هو ده اللون اللي انا محتاجاه. خلاص قلبتها على الناحيه التانية وهسيبها برضو زي ما خدت لون على الناحيه دي تاخد لون على الناحيه اللي تحت. حاولي تديها لون من كل ناحيه عشان تعرفي تسويها. شايفين اللون ده اللي انا محتاجاه؟ شايفين بقى الدهون اللي نزلت منها؟ بعد كده هنزل عليها بميه مغليه. وتخلوا بالكم معايا الميه هتوصل لحد فين، يعني ما تغطيهاش بالميه، لا شايفين لحد نص الفراخ. يعني انا عايزه الفراخ بتاعتي تكون باينه من على الميه، ما تنزليش بالميه وتغطي لي الوش ده كله. كل الالوان الجميله دي خلاص انت كده بتسلقي الفراخ مش بتحمريها، مش بتشويها. انا عايزه الميه توصل تكون الفراخ باينه من على الوش. يعني الفراخ معايا هتغطيها، وفي المرحله دي هتوطي عليها بقى جدا وتسيبيها تاخد براحتها خالص السوا. انا ما حركتهاش، خدت سواها، طلعت حته فراخ مشويه دايبه دوب. الطعم مش عايزه اقولك رهيب، والريحة كمان كانت روعة. الطعم بتاعها كده ليه؟ لا مش طعم الفراخ المشوية في الفرن، لا لا لا، مختلف تماما. طعم روعة. هسيبكم تجربوه، وصدقوني لو عملتوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا، وهتستسهلوها كمان عن الفرن. وشوي الفرن غالبا بينشف الفراخ بتاعتنا، بس صدقوني لو عملتوها كده هتطلع معاكم زبدة. اهم حاجة تغطيها وتوطي عليها بعد اضافة المية المغلية، وتسيبيها تستوي براحتها خالص، طبعا مع المتابعة. شايفين بقى اللحمة بتاعتها، اللحم دايب دوب ازاي وجوسي وجميل، مش ناشفة ولا اي حاجة. وخدت طعم التوم والتوابل بطريقة مش طبيعية، طعمها ملهوش حل. جربوها حبايب قلبي، طريقة ممتازة فوق الممتازة وهتعجبكم جدا. وانا متعودة ان انا ما بنزلش وصفة الا لما اكون متأكدة ان طعمها فعلا جميل جدا وهيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وبألف هنا.